تعرضت للغدر من أكتر ناس وثقت فيهم، وحاليا اختفوا من حياتي، مش عارف أوصل لهم. نفسي أسألهم ليه غدروا بيا، بحس بضيق بسبب كده، أعمل إيه؟ هناك نوع من أنواع الحرية راقي جدا، وهو التحرر من رغبة معرفة كل أسباب الأذى، والتحرر من اليقين الدائم من معرفة كل شيء، لأن ده سجن الانسرتينيتي بيقولوا عليه، سجن الانون، اللا معلوم. ان انا مسجون في ان انا مش عارف اتحرك من الموضوع، محتاج اعرف ليه ده حصل، ومش عارف بقى افارق، بقى مسجون في الحتة دي. ومن الحرية ان انا اعرف اتأقلم مع اللي انا ما اعرفش ده حصل ليه الابتلاء ده جه من ربنا، ايه الحكمة، ما اعرفش، ومش لازم ابحث عن الحكمة، يكفيني وجود الحكيم سبحانه وتعالى، ويقيني ان في حكمة حتى لو ما اعرفهاش. ده واحد. ليه فلان اذاني؟ ليه فلان مش مقدرني؟ ليه عملت مجهود في حاجة وما جاليش اللي كنت متوقعه؟ ممكن اجاوب اجابات على قد دوري، فليه؟ لان انا ما اشتغلتش بطريقة كافية، فهحسن من نفسي. اخترت اختيار خاطئ في شخص معين، فتعلمت بعد كده كيف لا انتظر الملائكية من كل الناس، ومحتاج يبقى الريد فلاجز اللي بتطلع لي، الاشارات الحمراء اللي بتقولي الشخص ده مش مناسب، اخد بيها، ما بقاش معمي بسبب التعلق والحب. ده بقى انا كده كأني بجاوب على تقصيري انا. اما حكمة الله لا، مش لازم اعرفها، يكفيني أن الله عنده العوض، وبنستسلم ليه وبنقول له رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ولا أسألهم ليه غدروا بيا؟ عشان هم غدارين. ليه فلان خاين؟ لأنه عنده اختيار الخيانة أثناء المعاملة، ممكن يحصل حاجة تخليه يخون، فهو عنده في القاموس بتاعه في من ضمن الاختيارات الغدر والخيانة، هو ده السبب. والعوض يقينا جاي، بس قولي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، وتأقلمي مع اللا معلوم، الانسرتينتي، اللا يقين في شيء معين، تأقلمي معه وكملي. ربنا يعينك يا رب، وأوصيك بلا إله إلا الله.